سلام سلام صحاباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا بخير يا رب. اليوم جيتكم بالوصفه تاع قلب اللوز بدون دهون وبدون البن ولا ياغورت، غير 3 مكونات، والمكونات كامل كاينه في كل دار. سميد الخشين والسكر والمزهر ولافاني. bon عندنا الحاجه الاولى اللي نبداو بها كي نجيو نخدموا المعسلات اللي هي الشربات. انا الشربات هاوليك الكاس اللي كيلت به. عندنا 2 كيسان سكر و2 كيسان إلا ربع سكر، سما المجموع 4 كيسان. وعندنا 6 كيسان ماء، وعندنا 2 كيسان إلا ربع تاع مزهر. نخلوهم يغلو ومن بعد نطفو عليهم ونخلوهم يريحوا. نجيبو السميد تاعنا اللي نكونوا راح نخدموا به، نديروه في السنيوه اللي نكونوا حابين نديرو فيها. انا نفرغ الشيشه في السنيوه ونشوف كيفاش راني حابه، الخشينه رقيقه، وبعد نبدا نكيل به. انا يا هنايا درت 6 كيسان سميد خشين، درت 2 كيسان سكر و2 كيسان الا ربع سكر وحدهم، تسمى المجموع 4 كيسان سكر. ونص كاس ماء، 2 كيسان كاس ماء وكاس مزهر ولافاني والملح. ومن بعد نخلطوا كامل المكونات الجافة ونحكوهم بين يدينا من ربع ساعة حتى 20 دقيقة. هذه المرحلة هي اللي قد ما تطولوا فيها قد ما قلب اللوز تاعكم راح يجيكم مليح. أهم مرحلة في القلب اللوز هي الأساسية لنجاح القلب اللوز تاعكم. نكملوا ندخلوا المكونات حتى يدخلوا كامل مليح، يولي ما يبان لكمش هذاك السكر، يندمج مليح مع الحبات تاع السميد الخشين. ومن بعد نجيبوا الماء والمزهر اللي نكونوا خلطناهم، ونبداو نديروا الماء والمزهر بشويه ونفتلو بصبعتينا برك. راكم تشوفوا راه يبين الطريقه، راهي باينه، ما تعجنوا ما والو، غير بيديكم تسيو تفتلوهم كيما طعام هكا. تدخلوا هذيك الماء والمزهر في الحبات تاعكم تاع الشيشه. ملي هنا راني نوري لكم كيفاه. هنايا نكملوا كامل الكميه اللي عندنا، نسيو ندخلوا كامل هذاك الماء والمزهر. ناوليك لهنا غير بصبعتكم تفتلوهم حتى يدخل هذاك السوائل هذوك يدخلوا في الحبات. راني نوريكم باللي غير بصبعتكم، ما تعجنوا ما والو، باش ما يخسر لكمش القلب اللوز. وتبقاو هكذا، ما ديروش الكميه المره الاولى على دفعه، ديروها على دفعات ودفعات صغار. قد ما تفتلوها كامليح يخرج لكم قلب اللوز تاعكم مليح. هاوليك هنا ويبان لكم كيفاش راهو مشمخ معسل، باش تعرفوا بلي الكميه تاع الماء هذه كميه مضبوطه. مليك هنايا نفتلوه دائما بصبعتينا، راني ناكد لكم على المرحله باش يجيكم مليح. حنا كملنا الكميه تاع الماء، هاي لك الكميه الاخيره. سيو تدخلوا هذاك الماء كامل، لازم الحبات كامل يقيسها الماء. ومن بعد نسيو نلموه نطموها هكا في بلاصه واحده ونخلوها ترتاح ربع ساعه حتى 20 دقيقه. ومن بعد نجيبو السنيوه تاعنا اللي راح نديرو فيها راح نطيبو فيها قلب اللوز هكا. وسيو توزعوا كامل هذاك الخليط على السنيوه تاعكم. هاي هنا
بالمغرف سيو تسووا السطح كامل تاع القلب اللوز تاعكم. هاي لي هكا بالمغرف باش يجي سطح مسقم، متجيش جهه طالعه وجهه هابطه، يعني باش يجيكم مليح. هاي ليك كيفاه نديرو. سيو دايما تعاونوا رواحكم بالمغرفه. هاي ليك هنايا هنا بعد ما كامل سوينا السطح تاعها، ومن بعد نطراسيو برك بالموس، ما تهبطوش الموس باش ما يتكرمل لكمش هذاك السكر ويتحرق السكر. طراسيو برك الحبات تاعكم وزيدوا تخلوه واحد ربع ساعه يرتاح قبل ما تدخلوه للفرن. تكونوا شاعلين الفرن تاعكم وتدخلوه يطيب لكم ساعه، ساعه وربع، يديكم حتى ساعه وربع طياب. بعد ما يطيب من تحت تعاودوا تشعلوا له من الفوق لازم تشعلوا له غير شويه باش يطيب كامل حمر على جهه، ما يتحرق لكمش في الوسط بركو، ما يطيبش في الجناب. ومن بعد غير تخرجوا سنيوه تكون الشربات تاعكم بارده، تسقيوها كامل بالشربات، كميه كامله هذيك تسقوها بالشربات. ومن بعد تجيبوا هذيك السنيوه تغطوها بالالومنيوم باش هذيك السخانه وهذاك الفوار اللي يطلع كامل يعاود يطري لكم قلب اللوز تاعكم. ومن بعد تحطوا السنيوه في الفور بعد ما تكونوا الفور تاعكم يكون طافي. ومن بعد تخلوها تعاودوا تجبدوها وتقطعوها وتخلوها تبات، وتعاودوا تغطوها بالالومنيوم وتخلوها تبات ليله كامله باش تقدروا تقسموها. وهاي ليكم الشكل النهائي كنا وريته لكم مع الاول. واذا تشهيتيه مادام نوضي ديريه، ماشي حتى ناكلوه من رمضان وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.